السلام عليكم شباب. شوفوا، لازم أقولها بشكل سلبي على مود الداح من ضميري وأبتعد عن الأخلاقيات والمبادئ اللي أنا فيها. حقوق الإنسان سلبي، واضح أنت رح تختلف رأيي بالموضوع، بس والله جاي أقولها. حقوق الإنسان سلبي من الجلاب، خصوصا الأمم المتحدة الوسخة. يعني هذول الجماعة، خاصة جماعة الغرب، ما يسوون أي شيء ولا حتى يساعدون بدول المساكين مثل فلسطين، يمن، سوريا، السودان، ولكن بنفس الوقت قاعدين يدعمون بهاي الفئات المريضة والناس الحساسة، مما خلاني أحتقل بكل البشر بعدة أشكال، خصوصا جماعة السود، أو حبيت أسميهم جماعة السنوج اللي معظمهم حساسين بزيادة. وهذا النسويات عبارة عن وسخات. ممكن أنت تعرف عن تاريخ الغرب ووساختها، خاصة تاريخ أوروبا وتحديدا العصور المظلمة اللي أشوفها أسوأ بكثير من التاريخ العربي الجاهلية أو عصر الجاهلي قبل الإسلام، اللي هي تخص الأيام الكفار وقريش والحجاج، وأيضا أيام أبو لهب. وبحكم ان الغرب حاليا صاروا يدعمون بحقوق الانسان، فليش ما يساعدون بدول المجاورة اللي هي الدول المدمرة مثل العراق، سوريا، اليمن، السودان، وكذلك الدول الافريقية بشكل عام، بدل ما يساعدون الناس التافهة والفئات المريضة اللي قاعد ينتشر حول العالم، خاصة الدول العربية. احب اقول لك ان دول الغرب نفسها عندهم مصلحة. يب، المصلحة هي اهم شيء لدى البشر. وطلع مو بس الدول الغربية، بل حتى الدول العربية نفس الشيء، لما يخص مصلحة العدوم أكثر من مصلحة الشعب والدولة نفسها، مما يخلي الدول الغربية الوسخة يدعم على هؤلاء الناس الوسخة والفئات المريضة. وبعدين إن حقوق الإنسان مال الغرب عندهم أشوفها شيء تافه، شيء ما لها معنى، مثل العدل والمساواة وما إلى ذلك، وبعد يتعلق حول الحرية والأمل والسلام. والله العظيم شيء تافه ما لها معنى. وبعدين كمان ليش الامرأة تكون قوية وشجاعة وما شنو على مود الحقوق النسوية بس، وليش الرجال يخليه ضعيف ومتخاذل وكذلك عنده مشاعر وحاسيس وما شنو؟ اقسم بالله انا اشوفها تكسير للخواطر، تدمير الطبيعة الكاملة لدى الارض. فلازم تفهموا ان على حسب الطبيعة والفطرة، وهو انه لازم يخلي الرجل يكون قوي وشجاع، وبنفس الوقت يكون قاسي جدا وعديم المشاعر. اما بنية لازم يخليها محترمة وجميلة وكمان انسانة عاطفية، فما يصير تكونها للعكس، يخلي الرجال ضعيف او بنية يخليها قوية. فهذا اسميها تدمير المنطق وتدمير كاملة بالطبيعة. والله جاي اقولكم، الجيل الجديد عبارة عن جيل تافه، جيل من الوساخة، جيل من النصب واحتيال اللي قاعد يسوونه، ما يتقبلون الحقيقة. حتى بنات حاليا صاروا ساكتات وعاهرات وغير محترمات. فعموما ان حقوق الانسان مال الغرب بشكل عام اشوفها تافهة وبلا معنى. وانا اسف على كل كلام اللي اقوله، لان اعصابي ما اتحمل على هدول البشر ووساختهم حاليا، لان خلاص العالم تطر خلا والمجتمع خلا والسياسة خلا. وبس، هاي مقطع قصير حول موضوع حقوق الإنسان واللي أشوفه سلبة الجلاب، ولهذا خلاني أقرأ على هاي أشياء مثل حقوق المرأة وحقوق الألوان والحقوق المتحولة جنسيا الخلع، ولا أيضا حقوق مال تنوع العراق التافهة. فما يهمني إذا كان عربي، هندي، أفريقي، آسيوي، لأن هم بالنهاية بشر، كائنات معقدة وبنفس الوقت تافهة ووسخة. فصعب جدا انك تفهمهم، فصعب جدا انك تتعامل معهم، لان هم بالاخير بشر، كائنات وسخة. وانا اشوف ان العنصرية والتطرف والعنف المفرط ارحم بكثير من هاي الاشياء التافهة اللي قاعد يصير حاليا، خاصة لما يتعلق حول حزب الديمقراطي. وادراكم من التعليقات حتى تفكروا رأيي بالموضوع ام لا.